السلام عليكم. آخر الشهر يبقى مفيش معانا غير أكلات التوفير، ومن أحلى أكلات التوفير اللي بحب أعملها من غير فراخ ولا لحمة هتعمليها ويبقى طعمها حلو جدا. بقرمشة رهيبة وخطيرة. تعالوا النهاردة بقى ما أقول لكم على وصفة خطيرة للكرنبيت بطعم إيد أمهاتنا زمان. طريقتهم كانت بجد طريقة حلوة قوي، مميزة، طريقة جبارة، بتخلي الكرنبيت مقرمش قرمشة رهيبة من بره، حتى لو بات لتاني يوم بيفضل محافظ على قرمشته وطريه تحفة من جوه. ليه طعم كده الخلطة حلوة قوي، هيعجبك احلى كمان من الفراخ الكريسبي. بإذن الله يعجب الولاد ويعجبك. ويلا نسمي بالله ونبتدي. كرنبيطة حجمها وسط، ببتدي اسلكها كده بسكينة رفيعة. اسلك الراس بتاعتها وبسلك العروق، واوعي السكينة بتاعتك تيجي عند الوردات. انت يا دوب بتسلكي العروق كده بالسكينة، وهي بتتفتح بقى لوحدها، تفتحيها بايديكي كده هتلاقيها كلها اتسلكت معاكي. قطعيها بقى تقطيعه وسط، مش عايزينها رفيعه عشان ما تنشفش، وبرده مش عايزينها سميكه. حاولي تكون كلها حجم واحد كده في المتوسط. انا قطعتها حجم وسط، ده اللي هقليه. وقطعت كده وردات صغيره هعملها معاكي. مخلل حلو قوي الرمضان، هيعجبك. هنزلهولك الفيديو الجاي باذن الله. المهم بقى هناخده الكرنبيت دوت، هغسله، هشطفه شطفة كده سريعة تحت الحنفية. وهصفيه وهجيبه معايا. وبصي هنا بقى ابيض وزي الفل وكله تقريبا حجمه متوسط. جبت نص حزمة من الكزبرة ونص حزمة من الشبت. وابعدي عن العيدان، بناخده الورق فقط. معايا حلة بقى مغلية على النار، احط فيها معلقة كبيرة من الملح ومعلقة كبيرة من الكمون. ونزلت بالكرنبيت بتاعي، ومعايا نص رغيف عيش كده ناشف بحطه. ده بيمتص اي ريحه مش حلوه تخرج من الكرنبيت اثناء السلق. جبت بقى بوله حطيت فيها 3 بيضات حجمهم كبير، ده بيض احمر كبير. لو البيض عندك صغير ممكن تستخدمي 4 معلقة كبيره من الخل، كوبايه من اللبن، وحطيت كوبايه من الدقيق. وهشوف القوام بتاعي. انا اخد مني كوبايه ونص من الدقيق، وده على حسب الدقيق بتاعك. حطيت كمان معلقتين كبار من النشا ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. قطعت بقى نص حزمة الكزبرة والشبت، وهضيفهم على الخليط. معايا معلقة كبيرة من الكزبرة والكمون والملح، معلقة صغيرة من الشطة والفلفل الأسود، ومعلقة كبيرة من الثوم المفروم، ما يعادل كده 6 فصوص من ثوم. وحطيتهم، وحطيت رشة من الكركم عشان اللون. وهنا زي ما قلت لك احنا عايزين القوام يكون متوسط ومش خفيف. هاجي بقى للبريدنج بتاعي. انا معايا لكل كوبايه من الدقيق معلقتين من النشا، هحط عليها رشه من الملح ورشه من الكركم ومعلقه صغيره من البيكنج باودر، وهقلب كله مع بعضه. ومعايا البريدنج ده هو اللي بيديله الطعم الحلو قوي. بعد التحمير هتبتدي بقى الكرنبيت بتاعي. اول ما الكرنبيت يغلي في الميه هحسب له 5 دقايق بالظبط بعد الغليان، وهطلعه في الخليط. وهحاول اتخلص من الخليط كده بالشوكة الزايد، وبعدين انزل في البريدنج ده في الدقيق. وزي ما انت شايفة كده بحاول اتك عليه جامد وانفضه من تحت لفوق بتاع 10 15 مرة كده. وبعد كده بحطه على المصفى وانخله كويس من الدقيق الزايد اللي فيه. معايا زيت غزير على النار، هنزل على طول بقى بالكرنبيت بتاعي في الزيت. مش هقلبه ولا اجي ناحيته غير اما ياخد لون من تحت. اوعي تقلبيه غير اما ياخد لون من تحت، وبعدين تبتدي تقلبيه. يعني بتنزلي بالقطعة كده على وشها. اول ما تبتدي تاخد اللون زي ما انت شايفة كده، ابتدي اقلبيها على الناحية التانية. وهطلعها خلاص على شبكة. ودي اكتر حاجة بتحافظ على قرمشتها، حتى لو باتت لتاني يوم، انك تطلعيها على شبكة. ما تطلعيهاش على مناديل مطبخ ولا هتطلعيها على مصفى، طلعيها على شبكة افضل عشان يتهوى معاكي الكرنبيت ويفضل محافظ على القرمشة التحفة الخطيرة اللي انت عملتها له بطبقة البريدنج الجامدة اللي انت عملتيها. وكمان بيبقى طعمه رهيب يا جماعة من جوه بسبب الخلطة اللي عملناها. ايوه هي خلطة بسيطة والبهارات بتاعتها بسيطة جدا، زي بهارات امهاتنا زمان، بس بجد ليها طعم مميز جدا.
وقرمشة خطيرة، وبإذن الله هتعجبك. أنا واثقة ومتأكدة إنك لو جربتي الكرنبيت بطريقتي بإذن الله مش هتغيري الطريقة، وهتعملي كل مرة بنفس الطريقة. ولو عندك حد من الولاد ما بيحبش الكرنبيت اعمليها له بالطريقة دي، بإذن الله هيحبها جدا، لأنها أخدة نفس قرمشة وبريدنج الفراخ الكريسبي اللي بيحبوها. لايك وشير بقى لو عجبتك وصفة النهاردة، ولو ما اشتركتيش في القناة اشتركي، أكيد هتلاقي وصفات حلوة كتير تعجبك وتعجب الولاد بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ودمتم في حفظ الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله.